السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا وسهلًا بيكم في قناة منوعات سوسو إسلام، وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. أول حاجة النهارده أحب أعرّفكم على نفسي، أنا اسمي سوسو عندي 28 سنة، جاية لكم بقى النهارده فيديو جديد هيعجبكم جدًا، هنعمل فيه شوية رز وصينية بطاطس بالفراخ. وقبل ما نبدأ ما تنسوش إن أنتم تصلّوا على النبي وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل فيديو جديد ليّا، وأهم حاجة ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو عشان عيلتنا تكبر بيكم. يلا بقى نبدأ الأكلة بتاعتنا ونقول بسم الله. يلا بينا. يلا بقى بينا نحضر تتبيلة الفرخة اللي احنا هندعك بيها الفرخ. جبت بصلاية وضربتها في الكبة وحطيت معلقة كمون ومعلقة فلفل اسود ومعلقة 7 بهارات كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اخلطهم كده مع بعض كويس. طبعا يا جماعة انا ايدي نضيفة وبحب اشتغل بيها عشان بتبقى احسن يعني. كمان هحط معلقة بقى ملح كده بعد ما خلطت كل البهارات دي مع بعضيها. هحط شوية الملح واجيب كده الفرخة بتاعتي معايا بعد ما غسلتها كويس جدا وشطفتها. ابتديت ان انا بقى ادلكها كده يا جماعة بالبصل والتوابل كده زي ما انتم شايفين. بتبقى ريحتها بجد حلوة جدا، ويعني بتديني كمان ريحة وطعم رهيب. فمسكتها كده قعدت ادلك فيها كده اعمل لها مساج بقى كده واظبطها عشان الجلد يشرب الطعم البهارات بتاعتها. وابتدي يا جماعة كده كمان احشي الجلد بتاعها من جوه. يعني انا مسكت صدرها كده وبقيت احشي الجلد كده من جوه البصل ومن عند رقبتها كمان يا جماعة. وكده خلاص المية معايا غليت ونزلت بقى الفراخ كده فيها زي ما انتم شايفين. وكمان كنت عاملة وركين برضو حطيتهم معاها. تعالوا بقى بينا نحضر صينية البطاطس. معايا هنا يا جماعة كيلو بطاطس منضفة ومقطعاه، والبصل هنا قطعته جوانح كده زي ما انتم شايفين، وحطيت له معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون وبرده معلقة 7 بهارات وشوية ملح. وهبتدي ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض كده عشان البصل برضو يشرب من طعم التوابل. وكمان قطعت البطاطس حلقات كده وحطيتهم فيها، وبرضو هفضل اقلب عشان ياخد نفس الطعم زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كمان باقي البطاطس وهبتدي ان انا اقلب. خلاص كده معايا البطاطس جاهزة وجبت قرن فلفل وقطعته فلفل حامي طرنشات وحطيته معاه. وجبت هنا الصينية البايركس بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت، وكمان نزلت عليها بقى بالبطاطس بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى الطماطم اللي احنا قطعناها دي نضربها بالهاند بلندر. ضربتها بالهاند بلندر ونزلت بقى عليها كده على وش البطاطس. يا جماعة كل واحد بيتحكم في طريقة عمايله لصينية البطاطس، بس انا مش بحبها فيها طماطم كتير، بحبها تكون قليلة. بحبها يكون في بصل كتير وفيها تتبيلة كتير زي البهارات اللي انا بحطها فيها. وكمان يا جماعة بعد ما شفتوها كده دخلت الصينية الفرن، وهنا الفراخ استوت معايا. تعالوا بقى بينا نعمل الرز. حطيت شوية زيت وبعد كده نزلت عليها بالشعرية كده وحمرتها كويس. وبعدين معايا هنا الرز ده هنغسله. غسلته وصفيته والشعرية كانت اتحمرت معايا، وهنا الرز مغسول اهو هنزل بيه على الشعرية بتاعتي. زي ما انتم شايفين نزلت بمعلقة ملح وواحدة مرقة يا جماعة، بحبها عشان بتديني طعم حلو قوي في الرز. فهنا كمان الشوربة بتاعت الفراخ كانت خلاص خلصت. فانا ابتديت ان انا انزل عليها بشوربة الفراخ كده زي ما انتم شايفين. خلاص هغطي عليها وهسيبها تتشرب براحتها. هنا هي يا جماعة الصينية في الفرن خلاص كانت استوت، وطلعت بقى الصينية كده زي ما انتم شايفين ورصيت عليها الفراخ وقطعتها. جبت بقى معايا هنا معلقة صلصة وحطيتها برضو فيها التوابل بتاعتها، وابتدي ان انا ادهن وش الفراخ كده من فوق. بس يا جماعة بجد كانت صدمة ليا، انا كنت تعبانة واهلي كانوا عندي
وبعدين القعدة خدتنا، فهي اتلسعت مني شوية من على الوش. بس احنا اصلا يعني احنا بنحب الحاجة بتكون غامقة، ويعني مش غامقة محروقة، يعني بتكون غامقة مديها لون ووش حلو. فانا كده خلاص عملتها ادخلها الفرن. تعالوا بقى نشوف الرز معايا. بصوا ما شاء الله الرز استوى، وبصوا حبايه وحبايه، وكان مفلفل وجميل مش معجن. لا بصوا يا جماعه الرز كان حلو قوي بجد، كان رهيب. تعالوا بقى نشوف صينيه البطاطس الخيمه اللي انا عملتها، بس والله العظيم كانت طعمها تحفه بجد يا جماعه، كانت حلوه جدا. وكانت يعني طعمها التتبيله اللي انا عملتها كانت رهيبه. بصوا شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوة بجد. سيبكوا بقى من وش الفراخ من فوق كده كده، يعني الجلد بتاع الفراخ ده احنا اصلا بنشيله. يا رب يكون الفيديو عجبكم.